لو ضيعت على نفسك فرصة الاستثمار في الساحل فالمستشار جاي يقول لك الحق فرصة البحر الأحمر قبل ما تضيع هي كمان. الاستثمار في البحر الأحمر هيكون لا يقل أهمية عن الاستثمار في الساحل الشمالي، وخليني أقول لك إزاي بالأرقام. أول حاجة، البحر الأحمر شغال طول السنة، مش في موسم الصيف بس زي الساحل. وبنشوف فيه مدن كبيرة زي الغردقة وشرم والجونة والسخنة، كلها مدن فيها مئات الآلاف من المصريين والأجانب اللي مقيمين هناك بالفعل طول السنة. تاني حاجة، إن البحر الأحمر منطقة عليها إقبال سياحي كبير، خاصة من السياح الأوروبيين والروس، طبعا ده غير إخواتنا العرب والمصريين. ونسبة إشغال الفنادق في البحر الأحمر وصلت ل 95% في النص الأول من 2024، ودي نسبة عالية جدا بتعكس الإقبال الكبير من السياح على المنطقة. إحنا مش بنبني منتجعات وبعدين بقى ربنا يسهل نبقى نلاقي حد يأجرها، لا أنت بالفعل الطلب عندك موجود من قبل العرض. وطبعا مش غريب إطلاقا نشوف الإقبال ده في منطقة فيها شواطئ مصنفة من أجمل شواطئ العالم، غير طبعا انتعاش البلو توريزم أو سياحة الأنشطة الساحلية زي الغطس وركوب الأمواج وغيرها كتير في البحر الأحمر. ثالث حاجة، البنية التحتية اللي بتأهل البحر الأحمر إن يكون مقر المنتجعات عالمية، وكمان عندك مطارات وطرق متمهدة وأمن ومستشفيات وطاقة مستدامة، وكل حاجة تخدم على مشاريع. وده السبب اللي خلى الدولة تبدأ مشروع قومي لتطوير ساحل البحر الأحمر زي ما عملت في الساحل الشمالي، وتعقد صفقات تاريخية مع أكبر مطورين العالم. ودي فرصتك لو بتدور على استثمار مضمون وسعره لسه مرفعش زي الساحل. افتكر دايما إن العقار هو الابن البار. ولو عايز تعرف إيه المناطق اللي تستثمر فيها في البحر الأحمر اعمل فولو وشوف الفيديو اللي جاي.